عندي مشكله في الشلوم والله. انا بالنسبه لي اليهودي اشرف من اليمني. اثق في اليهودي اشرف من اليمني. اليمني غدار وسخ ما عنده تربيه، فبالنسبه لي اليهودي اشرف لي من اليمني صراحه. اولاد عمي ليش اخذ اليمني؟ اخذنا اليمن كلها ودمرناها عن بكره ابيها، والشعبكم ساكت وغصبا عليه وراضي، واللي فوق سمعيني، واكبر ما في خيلك اركبه، واعلى ما في خيلك اركبه. طيب، فالحمد لله اليمن الشعب للاسف الشديد يعني متخلف، فما اخذه بالقوه سوف يستعد بالقوه. اوكي، وحارمكم انا اخذهم سبايا عنا، وحارمكم شغالين في الامارات اليمنيات، وكل اليمنيات الامارات شغالين اليمنيات، كلكم في الامارات اليمنيه. ماذا تتوقعون من شخص يقول بأنه يحب اليهود وأنهم أبناء عمه؟ شيء طبيعي يكره يمن الإيمان ورجالها ويقذف في نسائها. طبيعي أن يقول عن اليمني متخلف لأنه محافظ على الأسلاف والغيرة والقبيلة والحمية. طبيعي أن يقول بأن اليمني جاهل وليس متعلم، لأن الرسول صلوات ربي عليه وعلى آله وسلم قال إن اليمن موطن الحكمة. العلم الذي يقصده هو التعري والانفتاح والعهد، لأن اليمني حكيم بالفطرة، وقد نزه رسول الله صلوات ربي عليه وصفه للإيمان يمان والحكمة يمانية. فعن أي جهل يتحدث ونحن الحكمة والإيمان؟ طبيعي أن يقذف النساء اليمنيات أنه يحسد الشرف والقيمة والأدب الذي تمتلكها المرأة اليمنية. لا شك بأن هذه الفئة الإماراتية التي دائما تتكلم وتسب وتكره أهل اليمن أنهم لا يملكون 1% من شرف ومن أدب المرأة اليمنية. لهذا يطلع يتكلم عن نساء اليمن ويقول عنها ما قال. ولا تنسى هذا الذي طلع يتكلم باسم الإمارات، الذي يقول بأن اليمنيين جواري واليمنيات جاريات عندكم في الإمارات. لا تنسى أكثر التجار عندكم هم اليافعين أصحاب الذهب، هم الذي رافعين الاقتصاد. فلا تدخلنا بالسياسات والكلام الذي ما له داعي. الكلام هذا ردا على الذي يتكلم على عرضنا وعلى شرفنا وعلى أرضنا. تحياتي.